عمرك تخيلت إن لوحة متعلقة في بيتك ممكن تكون لعنة ليك ولأسرتك؟ ماتش النهارده قوي قوي، هيكون بين قصتين للوحتين أثاروا جدل كبير وتسببوا في رعب ناس كتير. لوحة الرجل المعذب ضد لوحة الطفل الباكي. لوحة الرجل المعذب لوحة على شكل راجل بيتألم وبيصرخ. لما تشوفها من أول نظرة تحس بخوف غريب ومشاعر غير مريحة ورعشة في جسمك. بيقولوا إن الرسام كان بيعاني في آخر أيامه من اضطرابات نفسية بتخليه يعمل حاجات غريبة. يعني مثلا بيقولوا إن هو بيرسم اللوح بزيت مخلوط بدمه. القصة ابتدت لما شون روبنسون في سنة 2010 جدته ماتت وكانوا بيقسموا الميراث، ولقى اللوحة دي في وسط شوية كراكيب، وافتكر إن اللوحة دي كانت جات لجدته هدية من حد من قرايبها، وإن جدته كانت دايماً شايلة اللوحة في مكان مقفول، وكمان كانت بتتوتر لما حد يجيب سيرة اللوحة. لما شافها اليوم ده انجذب ليها وقرر ياخدها معاه البيت يعلقها فيه. لكن بعد كام يوم مراته قالت له: حبيبي شيل اللوحة دي من فضلك، أنا جالي اكتئاب من ساعة ما علقتها. طبعا كانت بتحس باكتئاب وعدم راحة، فقرر شون إنه يحتفظ باللوحة في قبو البيت. يا عم ارميها يا ناقصة مرار. بعدها بفترة بقى يسمع هو ومراته صوت نحيب وعياط. كانوا بيقولوا يمكن الصوت ده من كلاب ولا قطط ولا أي حاجة من عند الجيران، بس كمان الكلب بتاعهم كان بيخاف يهوب ناحية القبو. لحد ما في مرة القبو اتغرق مية بسبب المطرة، وقرر شون إنه ينزل ينظف القبو وينقذ كام حاجة من المية، وكانت منهم اللوحة. وهنا ابتدت اللعنة. صوت النحيب والعياط ده بقى موجود أقوى ويوميا، وحركات مريبة في البيت. كمان شون ومراته كانوا بيحسوا إن في حد معاهم في البيت، وكانوا بيشوفوا خياله. ومراته كانت بتحكي إنها بتحس بإيد بتحسس على شعرها وهي بتستحمى. وابنه مرة جه كان بيعيط وقال له إنه حس بحد زقه من على السلم، ولما لف ما شافش حد. حتى شون حكى إنه لما كان بيقعد في الصالة كان بيحس بنفس حد قريب قوي منه. هنا قرر شون إنه يحكي قصته على مواقع الإنترنت، وناس نصحته إنه يحط اللوحة لوحدها في مكان ويسجل لها بالكاميرا، وفعلا عمل كده. ولما ابتدى يتفرج على التسجيلات سمع أصوات غريبة، عياط على خبط ورزع، وباب الأوضة اللي كان فيه اللوحة كان بيتفتح ويتقفل لوحده. والناصح بدل ما ياخد أهله ومراته ويقول يا فكيك ويفلق، راح واخد التسجيلات وراح رافعها. وهنا الناس قالوا له إن ممكن تكون في قوة خفية متحكمة في اللوحة، وإنه الأفضل إنه يشيلها في مكان بعيد منعزل وما يحرقهاش، لأن ممكن القوة دي تستحوذ وتسيطر عليه. لوحة الطفل الباكي لوحة لطفل صغير بيبكي. لما تشوف اللوحة هتحس قد إيه الطفل اللي موجود فيها بريء، ولكن لما تعرف القصة اللي وراها هتغير رأيك 180 درجة. القصة ابتدت سنة 69 لما كان الرسام الإيطالي جيوفاني براغولين سمع صوت شنيع لبكاء طفل، ولما بص من شباك ورشته لقى طفل لابس لبس مبهدل وعمال يعيط، فخده لورشته وأكله وعطف عليه وراح رسم له لوحة. بعدها بكام يوم جه كاهن زيارة للرسام، وهناك شاف لوحة الطفل وقال له اقطع أي صلة ليك بالطفل ده، وحكاله إن الطفل ده اسمه الحقيقي برونو أماديو، وإن الطفل ده شاف أبوه بيتفحم قدامه لحد ما مات بعد ما حصل حريق كبير في بيتهم. ومن ساعتها الطفل ده بقى لعنة، أي مكان يروحه النار تولع فيه، حتى الملجأ اللي راحه اتحرق. ساعتها جيوفاني استغرب إزاي كاهن ورجل دين يقول كده على طفل صغير، وأخد الطفل واتبناه وحقق من وراه نجاحات كبيرة بلوحه اللي كان بيرسمها له. كمان هتلاقي لوح للطفل ده بأعمار مختلفة، ودي الفترة اللي عاشها الطفل مع الرسام. والغريبة إنه يقال إن الطفل ده ما كانش بيبطل بكاء أبداً. وفي مرة الرسام كان راجع لبيته ولقى بيته والمرسم بتاعه متولع فيهم النار، والطفل كمان قال للشرطة بالكذب إن الرسام هو اللي عمل كده، والرسام خسر كل حاجة، بيته والمرسم بتاعه، والطفل هرب ومحدش عارف مكانه. في 4 سبتمبر سنة 85
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية إن في رجل إطفاء بيحكي إن عدد كبير من البيوت المحروقة اللي كان بيروح يطفيها بحكم مهنته كانت بتحتوي على لوحة الطفل الباكي، وإن دايماً اللوح دي ما كانتش بتتأثر نهائي بالحريق، وإن كل رجال الإطفاء بيرفضوا نهائي إن اللوحة دي تدخل بيتهم. والنهاردة لأول مرة إحنا مش هنتدخل في نتيجة الماتش، هنسيبك أنت تقول مين في اللوحتين مرعب ومخيف أكتر بالنسبة لك. يا ترى لوحة الرجل المعذب ولا لوحة الطفل الباكي ولا لوحة الفرح بتاعتك انت والمدام على ولو ما بتخافش غير من المدام بس قول لنا، اما لو انت بقى سبع الرجالة وما بتخافش لا من المدام ولا من غيرها احب اقول لك انك راجل برنس. في قدامك على الشاشة دلوقتي ماتشين نار، انجوي.